هاي المسائل. بظن يعني بهاي المسألة نحن كثير مهم نطلع عليها. وفي جزء ثاني يعني هي ممكن كانت معلومة حقيقية وكثير صحيحة بس تحرفت وانشالت من سياقها لتعمل بلبلة. فهون هي المعلومة الخبيثة واللي غالبيتنا عم نشوف اليوم في كثير معلومات حقيقية بس عم تتجيء بطريقة خبيثة لتعمل إضرار. ممكن تكون هي معلومة يعني مثلا اليوم ينتشر خبر هو صحيح جدا بس توقيته اللي عم ينتشر فيه هو كثير غلط، عم ينتشر لغرض الإضرار. فهدول ثلاث طرق من تداول المعلومة كثير ممنوعة لهم بموضوع المعلومات المضللة وكيف يتم التعاطي معها. خصوصا هلا بايامنا هي التعاميم او اي شيء بيطلع بخص الدوله عم يطلع تعميم او قرار او اي شيء يعني اي شيء بيطلع بعد مثلا للمساء او ساعتين ثلاثه بيقول لك هذا تقرير كاذب، هذا تعميم كاذب مو صحيح. بس شو بيكون الايام انقابت وقعدت. رح اعطيك مثال وهو صار من فتره كثير قريبه. لما نزلوا شركات الصرافه انه ممنوع قبض الحواله الا بالليره السوريه، الحواله الخارجيه. تم التواصل، بتعرفوا اكيد فيكم منصه تاكد. منصة تأكد كرمال تنفي أو تعمل خبر فهي بدها تتواصل إجباري مع الجهات الرسمية لأنه هم المفروض مصدر المعلومة بالعرف وبالقانون لازم يكون هو جهة رسمية. تواصلوا مع البنك المركزي قام قال لهم لا غير صحيح إنه هاي القصة وتم نفي الخبر. بعد شوي بيطلع الخبر صحيح والمعلومة من البنك المركزي انه هو في تضارب بين الاشخاص اللي هن عم يعطوا المعلومة من المصدر الرسمي. فنفى التأكد وبعدين طلع المعلومة مضبوطة وكانت انه بده يتم تطبيق هذا يعني هذا القرار.